السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقي الموضوع خرج عن السيطرة. كل شوية محمد رمضان يطلع ويعمل لنا في أغنية غريبة قوي ويعظم فيها في نفسه. أنا ممكن الحقيقة ما ردش عليه، بس المشكلة إن الأطفال بيتأثروا بيه، في أطفال كتير جدا بيتأثروا بيه. فأنا جاية أوضح كأني نقطة في بحر، يعني أوضح شوية حاجات من اللي بتحصل ديت. يعني مش معقول هنفضل سايبين وعمال يعظم في نفسه وناس كتير بتتأثر بيه وما نردش عليه. يا محمد رمضان، البطل الحقيقي واحد زي محمد العباسي، اول واحد رفع على مصر على ارض سيناء في حرب 73. ويا رمضان لو فاكر ان البطولة بكتر الفلوس اللي معاك، فاسمع عمر الشريف بيقول ايه. انا تهيألي انه بيدفعوا لي فلوس على الفاضي. انا طول عمري مقتنع انه ايه الواحد يكسب الفلوس اللي انا بكسبها عشان بحبط كلمتين واروح اقولهم قدام الكاميرا. مش مقتنع ان دي فلوس حلال. شوف قد ايه. لا يا راجل، يعني والله العظيم بتهيألي انا ان دي فلوس حرام. لما بشوف الناس اللي حواليا اللي تعبان واللي عبقري واللي بتاع واللي ميت من الجوع وبتاع، اقول انا عشان بعمل بلياتشو قدام الكاميرا يقوم يدوني بتاع المبالغ الفظيعه دي، يعني بالنسبه للي بيكسبوه بقيه العالم. الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ البطولة الحقيقية ان انت تبقى قدوة، البطولة الحقيقية ان انت يبقى ليك عطاء على كل اللي حواليك، مش اول ما تطلع من البيضة ويبقى معاك فلوس تطلع وتتفشخر على الناس بالحاجات اللي عندك. ولو انت طالع وترد على احمد الفيشاوي علشان تنافسه وتقول له انا البطل اللي نفسك تقلدني، فالاولى ان انتوا تروحوا تتنافسوا على حاجات تنفع المجتمع احسن، تروحوا تتنافسوا على عمل الخير بحيث الشباب تقلدكم. البطولة الحقيقية ان انت بعد ما تموت تلاقي عمل كويس انت عامله والناس تدعي لك عليه، لكن انت ايه العمل اللي انت عامله؟ ايه الحاجة الكويسة اللي انت عاملها؟ علمت الناس البلطجة، علمت الناس السرسجة، علمت العيال الصغيرة قلة الادب، خليتهم يبقوا فتوات. انت بتكتب ايه يا عم انت؟ بيكذب. ده بيكذب؟ تضحك عليه. لا اصل اكيد حضرتك بتقول دعابه طبعا. ايه اللي انت عملته كويس؟ ايه البطولة في اللي انت بتعمله؟ انا نفسي اعرف ايه البطولة في اللي انت بتعمله. ايه البطولة الحقيقية؟ في واحدة واقفة في المستشفيات في عز الكورونا اللي احنا فيها، واقفة وبتكافح وبتجاهد المرض. البطولة في واحدة ست جوزها مات ورايحة تشتغل وتشقى لعيالها وتربيهم. البطولة الحقيقية واحد بيكنس في الشارع وينظفه. دوت البطل الحقيقي. ده لو غاب عن حياتنا يوم واحد بس هنحس بفرق، لكن انت لو غبت عننا يوم مش هنحس بأي فرق على فكرة. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ وعامة البطل ما بيقولش على نفسه بطل. واثقه من نفسيها مش واخد بالها. ودني قال لي اعمل انفجار، اداني اشاره وقال لي غير المسار. انت دلوقتي بتقول جمهوري وانت استكبرت تعتذر لهم عن اللي حصل في دبي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.